الإسلامية شرقا وغربا إلا الجزائر ما كانش. فقلنا يعني صوت الجزائر باش يغيب كيفاش. كان واحد صديقي قال لي وحالي ربي، قلت له احشم يا رجل كيف يوحي لك ربي؟ قال لي ربي يوحي لنا حنا وانا ما يوحيليش، وحى ربك إلينا. معناها ربي وحالنا الهمانه، خاطر كنا نحوسوا شكون يوقع هذا البيان. كنا اتفقنا نديروا بيان باسم علماء الجزائر، هكذا علماء الجزائر، لكن لابد من توقيع نواجه به. ذكرنا اسماء كل واحد تحفظ ثم استقر الراي على الشيخ احمد حمواني لاعتبارات. اولا استاذ في معهد بن باديس، وطبعا الزيتوني، ثم رئيس مجلس اسلامي اعلى، ولكن في هذا الوقت لم يكن رئيس مجلس، ما يكونش عنده صبغه رسميه. ثالثا عضو مؤسس للمجلس الاعلى للمساجد الاسلاميه، عضو رابطه العالم الاسلامي، واصبح وجها معروفا. كان يمثل الجزائر باعتباره رئيسا للمجلس الاسلامي الاعلى. كل المؤتمرات العالميه يحضرها الشيخ احمد حمواني ويتكلم باسم الجزائر. اذا استقر الراي على ان يكون هذا البيان بتوقيع الشيخ احمد حمواني. كتبنا البيان في مكتب الشيخ عبد الرزاق قسوم، معهد العلوم الشرعيه ولا واش كانوا يسميوه، ما يولي المعهد الوطني لاصول الدين العلوم الشرعيه، اللي كان فيه الشيخ عمار طالبي قبل ما يروح للجامعه الاسلاميه، بعد الشيخ قال كذا ما كانش يسميوه كليه، ما كانش يسميوه اصول الدين، وقيل المعهد العالي للدراسات الاسلاميه ولا حاجه من هذا النوع. في مكتبه كتبنا هذا البيان الذي كتبه هذا العبد باخوان، هذا يزيد كلمه هذا ينحي كلمه هذا يبقى التوقيع. ذهبنا ثلاثتنا إلى الشيخ أحمد حمواني في بيته في شارع علي بومنجل، سلمنا عليه يا الشيخ كذا وكذا، يعني مقدمات ونريد توقيعك. قرينا عليه البيان، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. قال وقع بصح بشرط. واش وفنا الايدي هناك الشرط؟ قال الآن انفسح المجال لإعادة الجمعيات الحرة أو لتأسيس جمعيات حرة، فتعطوني موثقا أنكم تعيدون تأسيس جمعية العلماء. حنا ماذا بينا هذا السيناتورة برك، هذا ما كان لا نملكو باش نعطيوه موثق ولا ماشي موثق. إذا قلنا له هذه سهلة شيخ، نسعى لإعادة جمعية العلماء. وهكذا وقع، ونقول فاعترفوا بذنبهم. سميونا كما الشيخ شيباني يقول مقبرة، رانا مقابر، لأنه هذا البيان هذا المفروض نبقى عندي نسخة بعثناها للصحابة على كل حال، يمكن في هذاك الوقت تلقاو موجود في عهده. نوثق هذه الاسماء، هذه المسيره الذاكره ما زالت لحد الان صافيه. ثم تداعى الاخوه يعني الشيوخ الاخرون، الشيخ شيبان، الشيخ علي مغربي، الشيخ فضاله، الشيخ مطاطله، الشيخ ابراهيم الزهودي، الشيخ محمد صالح رمضان، كل هؤلاء. وفكرنا في الاول باش ما ننساش، فكرنا في الشيخ محمد خير الدين. الشيخ محمد خير الدين بلغ من الكبار عيتيا، لانه كان نائب رئيس في وقت الشيخ البشير الابراهيمي، واذا ظروفه فدرنا هذا المنصب، هذا الرئيس الشرفي. اول واحد تولاه الشيخ اسمه لا الشيخ خير الدين، محمد خير الدين. إذن هذا أول رئيس شرفي لجمعيات العلماء. وزيد حاجة نسيت باش نقولها بالنسبة للشيخ أحمد حمواني،
من المميزات اللي خلاتنا نرشحوه هو لأنه كان عضوا في المجلس الإداري لآخر مجلس أسسه الشيخ بشار إبراهيم. الشيخ أحمد حمادي كان عضوا في المكتب الإداري لجمعية العلماء، وانظروا شوفوا الصورة موجودة في يعني هو الشيخ علي مغربي والشيخ شرفي والشيخ العباس، هذا اللي كان الشيخ حمزة بكوشة، هؤلاء كانوا أعضاء في المجلس المكتب الإداري لجمعية العلماء الأخير قبل ما تتحل، اللي هو عقد في سنة 51 في سينما دنيا زاد في عباد رمضان العام. عقد هناك الاجتماع اللي فيه تكون مجلس المكتب الإداري. إذا الشيخ أحمد حمادي كان عضوا في آخر اجتماع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 51 في 1951. إذا هذا هو. بعد ما نشر البيان بدأ الإخوان يتنادون، شيوخنا الكبار اللي ذكرت اسمائهم، الشيخ شيبان، الشيخ علي مغربي، الشيخ محمد صلاح رمضان، الشيخ فضالة كان من الناشطين، باش تعرفوا يعني واش نحطوا كي. والاجتماع عقد في الجامع الكبير، الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء عقد في الجامع الكبير في ساحة الشهداء. ونهضر على نفسي أنا والشيخ محمد فرح أخذ أنا سيساسي العبوري رحمه الله، لأننا ما كناش سيارة، ما عندنا سيارة، خذنا ساسي العبوري. إذا أنا لم أكن عبد الله، لم أكن في جمعية العلماء، عندي أسبابي على كل حال لا تلزمني بقولها، ولكن ما كنتش، لكن هذا هو دوري الذي قمت به. ف يعني لما اتفقنا والشيخ حمزة بوكيشة هو باعتباره محامي تولى الجانب القانوني في الأمين العام هو الشيخ محمد فضالة رحمه الله. لا باش تشوفوا هذه حقيقة مرة لازم يقولها بنادم. العنوان الذي كتبناه في العريضة اللي قدمت لوزارة الداخلية هذا هو جمعية العلماء. العنوان قاعة حلاقة، العنوان قاعة حلاقة في حي أول ماي، وهذه القاعة تاع الحلاقة كان للشيخ محمد فضالة، فحطينا العنوان جمعية العلماء في قاعة حلاقة. هذه الجمعية اللي كتبت في راسها في 1950 كاين تقرير يسميوه الجيري دو دومي سياكل، الجزائر نصف قرن 1950. قالوا هذا الفرنساويين الفضل ما شهدت به الأعداء إن أخطر هيئات على المخطط الفرنسي في الجزائر هو جمعية العلماء. يكثر خير الفرنساويين اعترفوا بنا، ومع الأسف بغى علينا إخواننا ليصلحوا إن شاء الله. إذن هذا الذي أعلمه عن التأسيس. يبقى كيفاش سي سعيد شيبان كان وزير الشؤون الدينية، فالشيخ عبد الرحمن هو أخو الشيخ سعيد شيبان كلمه، هذا الكلام نهضر اللي كنت حاضر أكثر وكنت حاضر، قال له قصر حسن كان فيه المجلس الإسلامي الأعلى، هو أصلا وزارة الأوقاف الأولى. قصر حسن اللي لاصق جامع كتشاوة، وزارة الأوقاف الأولى كان مقرها هناك. لما الوزارة انتقلت إلى حضرة ولا المجلس الإسلامي الأعلى في هذا قصر حسن يسميوه. فالشيخ سعيد الشيخ عبد الرحمن كلم أخوه هو وزير وهو أصغر منه سنا ويقدر ويحترمه، قالوا له كان تعطينا مكتب في المجلس الإسلامي الأعلى، مكتب كتر خيره. عطانا زوج مكتب، يعني مكتبان في اللي يرجع
الأوراق الرسمية تاع الجمعية يلقى العنوان قصر حسن ساحة بن باديس العاصمة. بقينا يعني الذين بقوا، أنا كنت نزور الشيخ بن حماني، كل ما نزور أستاذي، أنا قريت عند الشيخ بن حماني، كل ما نزورو يوبخني يسبني يشتمني كيف ما نكونش في جمعية العلماء، ساعة نكذب ساعة ندير لأسباب قلت ما نقولهاش. فحتى الدولة قالت باش ترمم قصر حسن، ترمم. كان معنا في القصر مديرية الشؤون الدينية لولاية العاصمة، وعلى رأسها الأخ سعيدي اللي كان مدير الشؤون الدينية في الصيف، نقل إلى العاصمة. سعيدي واسمه أحمد، إيه هو اللي كان مدير الشؤون الدينية. فيعني أنا الشيخ شيبان الله يرحمه، كان الشيخ بن حماني توفاه الله، الشيخ علي مغربي توفاه الله، لأنه ما خدمتش الجمعية في المرحلة هذه، لأنه دخلت الجزائر في الفتنة التي تعلمون جميعا. الجمعية خرجوا 18 عدد ولا في البصائر فقط وحبست. فيعني الشيخ سعيدي أردي قال لماذا تطلبون مني؟ علمنا أن الدولة أعطت هذه الطابق الثاني حيث المقر الجمعية الآن، الطابق الثاني أعطوه مديرية الشؤون الدينية. ماذا رحنا لي على أساس يعطينا غرفة. الشيخ شيبان العبد لله ودي قال أنا عبد مأمور، أنا موظف تبع روحوا لوزير الشؤون الدينية، إذا أعطاكم ديروا مرحبا بكم. ما حكمتش كذا. للأمانة الشيخ شيبان كلم الأستاذ علي بن فليس، الأستاذ علي بن فليس كان في ذاك الوقت في كما يسموه أمانة عن الحكومة ولا رئاسة الجمهورية، وزير عدل، وزير عدل مدير الديوان، مدير الديوان ماشي وزير عدل، لا متخليق هذا نهضر. ماذا كلموا وإنسان متعاطف مع جمعية العلماء وبابا من أعضاء جمعية العلماء الله يرحمه، فيعني نشهد أنه قدم خدمات لجمعية العلماء. فكلمه الشيخ شيبان وأنا حاضر عدة مرات. في الوقت نفسه طلب الشيخ شيبان، طلبنا مقابلة واسمه هذا محافظ الكبرى شريف رحماني. هرب لنا مرتين ولا ثلاثة ومن بعد حتى حكمنا. الشيخ شيبان والعبد لله دخلنا عنده. الشيخ شيبان ما حبش يقعد، قال له الشيخ تفضل يقعد، قال له والله ماني قاعد، انا بن باديس تاع الزمان هذا هكذا، انا بن باديس تاع الوقت هذا. يا شيخ واش تحب واش كذا؟ قال له تعطينا الطابق هذا، كنا طامعين في غرفه ولينا الطابق الاول اللي راهي جمعيه العلماء فيه الان. يا اخي الشريف رحمن يا ربي كثر خيره، قال له هو لك هكا، هو لك. قعد الشيخ شيبان وبعد قال له كاتين قعدوا في الارض ولا كيفاه؟ فنجيبوا الحصاير. عيط للمساعد تاعو قال له تكتب تجهيز المكتب كل شحال من ذاك 14 ولا 15 شيخ نور الدين شحال؟ نعم؟ كنا 12 تجهز بالطاولات والخزائن والكراسي. وجاءتنا الخزائن وجاءتنا الطاولات ولم يدخل كرسي واحد، لأن الشريف رحماني طار راحت ذهب مع الريح. ولينا الشيخ عبد الرزاق مازال حاضر، الشيخ شيبان والأخ واسمه نجيب، من الناس اللي ولينا نجريو عندهم باش ما يعطيونا هذا، واحد يعطينا كرسي، واحد يعطينا إلى آخره. فخرجنا من الشريف رحماني لما عطانا هذا قال الكراسي، قال له الشيخ شيبان حنا ننوي ان شاء الله باش نعيد تاسيس البصائر، اصدار البصائر. فعطانا 150 مليون،
قال له سجل 150 مليون. خرجنا من محافظة الجزائر الكبرى إلى بيت الشيخ عبد الرحمن شيبان. احنا نشربوا في القهوة هكذا أنا وياه، وجاه تليفون من عند السي علي بن فليس، قال له الشيخ راني دبرت لكم F5 غرفة من 5 غرف، شقة من 5 غرف. احنا ما نعرفوش الشيخ شيبان قال له كتر خيرك هاي فوريجت، ما ديناش هذه الشقة هذه، كانت دينا على الأقل نديروا فيها كاش ما نبيعوا فيها كاسكروت وندخلوا فيها دراهم من جمعية العلماء. الشاهد وتم زاد سي علي بن فليس كلما المحافظ زادوا لنا 100 مليون، ولات 250 مليون باش انطلقت البصائر. ومن يعني للأمانة وهذا تاريخ. كاين زوج إخوان معنا الله سماواتهم رحمهم الله، وكنا نقولوا بلي لو كان يجيو ربما يفريو لنا الانطلاقه معهم شويه. واحد كان حاب يكون امين عام جمعيه العلماء، وواحد حاب يكون نائب امين عام، والاخر يا ربي واحد امين ماليه، واحد امين عام جمعيه العلماء. الاثنين ماتوا في زوج ربي يرحمهم. والمكتب الاول درناه في مكتب الشيخ في بيت الشيخ شيبان، الشيخ شيبان رحمه الله، سيدي عبد الرزاق السوق والعبد لله. فهذا الاخوان اللي كنا متخوفين شويه يديروا لنا مشاكل، واحد عطينا له ملف التربيه، قال انت خبير في التربيات تحكم الملف التربيه، والاخر قلنا له انت مفتش عام سبكتور جينيرال، باش وزعفوا ما جاونا المكتب العضويه. هذا يعني الذي اعرفه عن انطلاقه لجمعيه العلماء كيف بدات، وثم جاء الاخوان على كل حال. وقتكم من الدفعه الاولى في وقت الشيخ احمد حماني انا لم اكن عضوا في الجمعيات. مع الشيخ شيبان دخلنا بزاف اخوان، منهم من كسر على عقبيه، ومنهم من ثبت، ومنهم من تأرجح. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. اخونا خير في تصوير على الاقل من بعد تاريخ المرحله، لاننا لا نجدها الا من عندك باذن الله. فإنه آتي قلبه. بارك الله فيك استاذنا. إذا لك الحرية في إضافة وقول ما تشاء. شيخ شنا. نعم. شوف وين ذكرنا. هذه المرحلة هي أيضا إعادة تاريخها، فيها فائدة للانطلاقة الصعبة والعسيرة، وهي